قال رحمه الله: باب السمر في العلم. السمر بالعلم. السمر له أحكام كثيرة جمع فيها أخونا الشيخ المبارك عبد الخالق العماد مؤلفا مستقلا، والصحيح أن أغلب ما يقوم به الناس من السمر على غير الطاعة. وعائشة رضي الله عنها قد أنكرت على عروة في زمنها حين سمعتهم يتحدثون بعد العشاء: ما هذا يا عرية؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كفعلكم، إما نائما فيسلم وإما قائما فيغنم. وله أحكامه ربما جرت عليه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما، وقد يكون مباحا. فإذا كان السمر لإقامة واجب وجب، كأن يكون هناك صلاة كسوف، أو هناك رباط صد العدو عن المسلمين، يجب على هذا أن يصبر. وقد يستحب كالسمر مع الزوجة والسمر مع الضيف للمؤانسة، وهكذا السمر في طلب العلم وتحصيله. وقد يكره السمر الذي قد يحول بينك وبين النافلة، يحول بينك وبين النافلة. وقد يحرم السمر الذي يحول بينك وبين الواجب كصلاة الفجر، أو سمر على المحرمات النظر إلى التلافز والدشوش. والأصل الإباحة، الأصل الإباحة إذا احتاج الإنسان إلى السمر لغير ما شيء لا حرج. لكن أفضله السمر في العلم، والسمر في قيام الليل، والسمر في مؤانسة الضيف، والسمر في مؤانسة الزوجة. وأسوأه السمر على المعاصي، على السكر والخمر والاختلاط والأغاني. وكان في إذاعة صنعاء برنامج يسموه سمرة. هذا السمرة بعد الساعة 11 إلى 12 كانوا يجعلون تارة أيوب طارش، وتارة ذاك الثاني عبسي، وتارة امرأة، وتارة رجل. الله المستعان، هذا السمر سيء. وبعض الإذاعات تجعل السمرة قرآن كإذاعات القرآن ونحو ذلك، والله المستعان.